ازيكم يا حبايب قلب ام لولي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي. اخباركم؟ وحشتوني كتير كتير. يا رب كمان احنا نكون بنوحشكوا زي ما انتم ما بتوحشونا. جايين لكم بقى النهارده بعزومه من عند ام يوسف العسل، عازمين انا والحاجه على احلى اكله. انا هسيبكم تتوقعوا كده في البدايه ام يوسف العسل عامله لنا ايه وعامله لنا اكل ايه. اكيد الست الشاطره اللي هتتفرج علينا هتعرف من اول الفيديو كده ام يوسف العسل عامله لنا غدا ايه النهارده. طبعا بقى بتطلع كل حاجتها من التلاجة، كل حاجة هتحتاجها كده بتطلعها بقى من التلاجة. طبعا بقى مع بداية الفيديو يلا بسرعة بسرعة نجري على الكومنتات، نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات يا حبايب قلبي. وهنا بقى خلاص المفاجأة كده اتعرفت والأكلة كده اتعرفت هي ايه. أحلى محشي. واكيد طبعا زي ما قلت لكم الست الشاطره اكيد من اول ما شافت البتنجان اكيد عرفت ان ام يوسف العسل عامله لنا احلى اكله محشي. طبعا بقى ايه، هنا هتخلط الطماطم عشان تعمل لنا احلى خلطه محشي يا حبايب قلبي. هي عارفه طبعا ان انا وماما بنحب المحشي فعزمتنا عليه. فطبعا بقى كانت جايبه ورق العنب من قبلها بيوم وسلقاه وحطاه في التلاجة وموضباه. وهنا بقى كانت بتعمل الخلطه. طبعا احنا لينا طريقة جميلة كده في الخلطة يا حبايب قلبي. يعني لو حابين ان انتوا تجربوها يعني. احنا بنحب نعمل خلطة المحشي، بنحب نعملها كلها ني في ني. هتقولوا لي ني في ني ازاي يا ام لولي؟ هقول لكم ان في ناس بتعمل خلطة المحشي. طبعا انتوا اكيد واخدين بالكم، هقول لكم خلطه المحشي بس بعد ما اقول لكم التوابل اللي ام يوسف حطيتها للمحشي. طبعا ام يوسف خلط الطماطم زي ما شفتوا، حطت البصل اللي مقطعه بالفلفل، وابتدت بقى تحط التوابل. اي توابل عندك عايزه تحطيها في المحشي حطيها، المحشي ما بيقولش لا. حطت كمون وكتري من الكمون جدا، وحطت بصل بودر وحطت فلفل اسود وحطت 7 بهارات. وهتحط شطه وهتحط بابريكا. وطبعا لو عندك نعناع ناشف حطي عادي، الخلطة ما بتقولش لأ. وهتحطي زيت وهتحط فورية وهتحط ماجي. طبعا دي كل التوابل اللي ام يوسف حطيتها. طبعا الشطة على حسب الرغبة وعلى حسب ما انتوا عايزين. وطبعا برضو هتحط توم في الخلطة، التوم برضو بيودي الخلطة في حتة تانية يا حبايب قلبي. هتقولوا لي بقى بتعملوا الخلطة ني في ني ازاي؟ اقول لكم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط زي ما ام يوسف بتعملها. لكن في ناس بتحمر البصلة للخلطة اللي هي بتتسمى التسبيكة، اللي هي بتتسمى ان هي متسبكة. كده كده احنا هنسيب الخلطة دي برضو تتسبك على النار اللي هي لغاية لما تتقل. هنا ام يوسف حطت الزيت وحطت ايه التوم. لا، اللي هي التسبيكة بقى اللي هي التانية دي اللي هي البصلة بتتقلب سمنة وكده ولازم تتحرق وبعد كده تتطش بالطماطم. دي بصراحة بتبقى تقيلة على المعدة بشكل مش طبيعي. هنا ام يوسف حطت ملح. دي بصراحة يا حبايب قلبي بتبقى تقيلة على المعدة، لكن الخلطة دي بصراحة مامتنا اللي معودانا عليها ان احنا نعمل الخلطة ني في ني. بتبقى خفيفة على المعدة وما بتبقاش تقيلة، وريحتها نفسها بتبقى حلوة، بتبقى تحفة. جربيها بجد. يعني لو انت بتتفرجي عليا وبتتفرجي على ام يوسف جربيها صدقيني هتعجبك. هنا ام يوسف كان عندها شوية مواعين قالت تقف تغسلهم كده عشان المطبخ يبقى رايق اول باول. لو انت بقى لسه جديدة معانا في القناة ما تبخليش علينا بالشير، وطبعا تدوسي بقى على كلمة اشتراك وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. كل ما ننزل فيديو جديد كده يوصلك على طول. ودوسي على كلمة الكل وفعلي زر الجرس عشان القناة تكبر بيكوا كمان وكمان يا حبايب قلبي. وطبعا بقى ما تنسيناش لو انت عندك اختك، لو انت عندك صاحبتك، لو انت عندك مامتك شيري لها القناة عشان يعني اديكوا انتوا بتستفادوا مثلا لما بتتفرجوا علينا تعلمي مني حاجة. انت مثلا تنصحيني نصيحة في الكومنتات اديني برضو بتعلم منك. كده عادي بنتعلم من بعض. وصدقوني والله العظيم يا حبايب قلبي انا بحب ان انا اطلع واتكلم معاكم وبحب ان انا اشارككم اي يعني يومنا احنا بنعمل ايه في يومنا وكده. طبعا هنا بقى ام يوسف ايه قالت تغسل المواعين. وبعديها بقى هي طبعا كانت لسه ما شربتش فنجان القهوة بتاعها، وكانت لازم لازم عشان تكمل يومها وتكمل المحشي بمزاج رايق كان لازم تشرب فنجان القهوة بتاعها. فعايزاكم بقى تتخيلوا عقبال ما تخلص المهم كده ام يوسف عملت ايه.
طبعا بقى والله العظيم لو جربتوا الخلطة، وبعدين جربوها يا حبايب قلبي من غير سمنة، سوري، من غير سمنة، جربوها بالزيت والله العظيم. صدقوني الخلطة هتفرق معاكم كتير قوي، هتفرق معاكم في شكل المحشي، وهتفرق معاكم في طعمه. هتقولي شكل المحشي، هو المحشي ليه شكل؟ اقول لكم اه طبعا. لو عملتوا المحشي بالسمنة، بتلاقوا ان انتوا مثلا لو كرنب او ورق عنب بتلاقوا لونه مطفي كده بعد ما بيستوي، لكن لو عملتيه بالزيت صدقيني هتلاقي فيه لمعة تحفة تحفة تحفة. جربوا مش هتخسروا حاجة. يعني لو انت لسه بتتفرجي عليا او اول مرة تشوفينا او كده، جربي الطريقة اللي ام يوسف عملتها. طبعا ام يوسف بقى هنا قالت لي بصي والله ما انا مكملة المحشي الا لما اشرب فنجان القهوة بتاعي. قلت لها خلاص يا ام يوسف اقعدي اشربي فنجان القهوة بتاعك. قالت لي خلاص ايه هعمل فنجان القهوة واقعد اشربه. قلت لها خلاص انت قبل ما انت ما تشربي فنجان القهوه اكون انا كملت شويه حاجات من بتاعه المحشي، تكون الخلطه خلصت، نقعد نحشي سوا. طبعا ام يوسف عدوها السكر، ما بتحبش تحط سكر في الحاجه اللي بتشربها ابدا ابدا ابدا. حتى لو تلاحظوا حطت القهوه وحطت الميه وبتقلب. مش عارفه ليه يا ام يوسف، مش كفايه مررت الدنيا ومررت السنين علينا كمان هنشرب القهوه مره؟ انت بتعملي ايه في نفسك؟ بس قوليلي، قولوا لها يا جماعه، قولوا لها في الكومنتات انت بتعملي ايه في نفسك يا ام يوسف. طبعا انا ما بحبش القهوه يا حبايب قلبي، كلام في سركم يعني ما بحبهاش. المهم قلت لها خلاص بقى اعملي فنجان القهوه بتاعتك واقعدي بقى اشربيها لغايه لما انا بقى اقعد انا اقور البتنجان. فطبعا هي بتجهز هنا بقى فنجان القهوه، وهنا قلبته كده، هتعمل فنجان قهوه رايق رايق رايق. تفضلوا مع ام يوسف اشربوا معاها القهوه. فنجان فنجان كده على قد ما قسم زي ما بيقولوا. المهم هنا بقى القهوة كانت خلاص اتعملت، وهي مهدية عليها النار خالص، وهتصبها بقى. بس طبعا هي ما بتسيبهاش تغلي يعني عشان القهوة يبقى فيها وش. المهم بقى يا حبايب قلبي، بصوا انا بوريكم القهوة هنا. بصوا شكلها حلو بس انا ما بحبهاش. قولولي في الكومنتات مين بيحب القهوة ومين ما بيحبهاش. هنا القهوة كانت خلصت، ام يوسف بقى تروح تصبها في الفنجان الجميل بتاعها ده. وبصوا بقى الوش بتاع القهوة، بصوا كان لازم تاخد فنجان القهوة، ما كانتش هتكمل لنا المحشي، كانت هتمشينا من غير ما تأكلنا. وهنا بقى انا جيت، هنا انا جيت وجبت معايا البتنجان. جيتي وجبت معاكي ايه يا ام لولي؟ جيت وجبت معايا البتنجان عشان اقعد واقوره. ايه بقى. المهم هنا بقى نقعد. وبرضو هنا هديكوا نصيحة تانية، معلش، خدوا من ام لولي احلى نصايح، احلى نصايح كده خدوها من ام لولي. هنا انا بقى جيت وجبت معايا البتنجان، ولولي جايه اهي من اخر الدنيا، من اخر الدنيا جايه وجايبه معاها المقور. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، لولي جايه وجايبه معاها المقور. قلطم على وشي. جايه ليه بقى لولي؟ جايه عشان تطور معايا البتنجان. هي بصراحه يا حبايب قلبي والله العظيم سيبكم من الضحك والهزار، هي شاطره جدا والله العظيم، هتطلع ست بيت جدعه جدعه جدعه، وبتحب تساعدني جدا وشاطره والله، ما بتبوظش البتنجان. عايزاكوا بقى اللي يوصل معانا لحد هنا يقول لولي دي اجدع واحده في الدنيا، هتطلع ست بيت شاطره. معلش، ما انتوا لازم تقولوا لنا كده امارات ان انتوا وصلتوا معانا لحد هنا. لازم كده طول ما انتوا ماشيين بالفيديو عشان تعرفوني ان انتوا بتكملوا الفيديو معايا للاخر. لازم كده في الكومنتات تنزلوا تقولوا لي اي جمله من اللي اتقالت، ولا اي حاجه من اللي حصلت في الفيديو. معلش، ما انتوا لازم تثبتوا لي ان انتوا بتحبونا وبتحبوا تتفرجوا علينا. المهم، انا بقى اديكم النصيحه التانية في البتنجان. لو انت بتجيبي البتنجان بتاعك وبتطريه قبل ما تقوريه، لا ما تعمليش كده. ليه بقى؟ بيخلي البتنجان يدبل معاكي، وبيخليه لو انت بتقوري بتنجان ابيض بيغمق معاكي وما بيبقاش حلو. انا بصراحه كنت زمان بعمل كده، كنت بطري البتنجان قبل ما اقوره. بس بصراحه بقى قلت اجرب في مره اقوره من غير ما اطري، اللي هو يا دوبك اقطع بس اللي هي العنقود بتاعه اللي من فوق ده، اللي هو الزرعة اللي من فوق دي، اقطعها واقوم مقورها على كده. بصراحة حتى لو قورتي من قبلها بيوم تفضل البتنجانة طازة وكأنك لسه جايبها من عند الخضر بصراحة. فلو انت بتحبي ام لولي وبتحبي تتفرجي عليها، صدقيني جربي الطريقة دي ومش هتندمي ابدا ابدا. هنا بقى كنت خلصت البتنجان خالص انا ولولي، والله ساعدتني في كذا واحدة وعملت معايا كذا واحدة، هي شاطرة جدا والله العظيم يا حبايب قلبي. المهم هنا بقى ام يوسف جابت لي الفلفل، وقلت بقى انضفه.
عشان بقى اقوم ايه اغسلهم كده تحت الحنفية، واحط الفلفل على جنب، والبتنجان هغسله. وطبعا كلنا عارفين ان البتنجان بيبقى فيه ايه سنة مرارة. فطبعا يعني كلنا اكيد عارفين حاجة زي كده، انه بيبقى فيه سنة مرارة، فبيحتاج ان هو ايه يتنقع بشوية مية وملح كده، عشان يعني المرارة بتاعته بتروح. صراحة لو نقعتي بشوية مية وملح بتاكلي احلى بتنجان، بيبقى بصي عامل زي عسل النحل كده، بيبقى سكر. المهم بقى هنا ايه، قلت زي ما انتم شايفين كده، بصوا انا بنضف الفلفل ازاي. بس والله العظيم كانت اكلة محشي يا حبايب قلبي تستاهل بقكم والله. المهم بقى ايه، انا هنا خلاص خلصت، هقوم بقى يلا نروح نغسل مع بعض البتنجان يا حبايب قلبي. انا قلت اشطف الحوض قبل ما افضي الخضرة يعني. هنا بقى فضيت الحاجة، وقلت بقى ايه اغسل الفلفل واحطه في طبق لوحده، واغسل البتنجان واحطه في نفس الطبق ده، عشان احط له ميه وملح يتملح ايه يجي 10 دقايق ربع ساعه كده قبل ما نقعد نحشي يعني، عشان طعم المرارة اللي فيه تروح. طبعا يعني كل واحد ليه اكيد طريقة في الاكل، وكل واحد ليه يعني الحاجات اللي بيحب يحطها. مثلا في ناس بتحب تحط توم زينا، في ناس ما بتحبش تحط. في ناس بتقلل بصلة زي ما قلت لكم اللي هي بتسبكها. في ناس ممكن معرفش طريقة الني في ني دي كلكم تعرفوها ولا لا بصراحة، عشان ما بقاش بفتي يعني. بس صدقوني جربوها والله العظيم مش هتخسروا. جربوها للممبار، جربوها لأي أنواع المحشي. بتبقى تحفة وبتبقى خفة على المعدة جدا. هنا حطيت طبعا المية وحطيت الملح عشان البتنجان يعني يتملح، والدنيا تبقى جميلة، ويومنا كان زي العسل. وطبعا انتوا عارفين ان انا بحب اشارككم يومي، وبشارككم اللحظات اللي احنا بنعملها سواء عند ام يوسف او عندي في البيت او في اي حتة. فانا بحب ان انا يعني اشارككم واعرفكم. هنا طبعا بقى الحاجة دي انا يعني كنت بفضيها عشان اغسل برضو المواعين اول باول. لازم كده النظافة والله العظيم يا حبايب قلبي ما فيش احسن منها، ان انت طول ما انت واقفة كده في مطبخك تغسلي الحاجة اول باول، وتظبطي دنيتك اول باول، عشان ما تلاقيش بعد ما تخلصي مثلا حاجة الغدا تلاقي الدنيا مكركبة، ولا تلاقي مواعين ولا كده. صدقوني بتبقى حاجة كويسة اوي ان انت تخلصي حاجتك كده اول باول طول ما انت واقفة. بتبقى فعلا يعني بتبقى مريحة للأعصاب، بتحسي انت بتخلصي حاجتك أول بأول. هنا بقى ايه زي ما انتوا شايفين خلاص انا قربت اخلص الحاجات دي. وطبعا بقى ايه الخلطة كانت خلصت، فاضل الخضرة بس هخرطها، وبعد كده بقى ايه نقعد نحشي انا وام يوسف وعشان بقى خلاص بقى نتغدى. يا لهوي كان اقسم بالله محشي. اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي، اتفضلوا معانا ايه بعد ما كنا المحشي. ما انتوا اكيد عارفين ان انا منتجت لكم بعد ما اتغديت يعني، بس انا مش عارفه انا عبيطه ولا انا هبله. اللي يوصل معانا لحد هنا يقول لا يا ام لولي انت مش عبيطه ولا هبله. هنا طبعا بقى ايه قعدنا نحشي انا وام يوسف. بصوا الخلطه كان شكلها تحفه تحفه تحفه. طبعا احنا عاملين ايه بقى موضبين حله للورق العنب. بصوا ام يوسف بتعمل احلى صباع ورق عنب. يا خرابي عليكي يا ام يوسف، خرابي عليكي وعلى الورق العنب ده. ايه ده ورق عنب ده ولا سكر ولا ايه ده بالظبط. المهم هنا بقى بصوا احنا بنحط في قعر الحله بقى بصل وفلفل وطماطم عشان يخلي طعم المحشي حلو، وكمان عشان المحشي ما يشتش. يعني احنا طبعا موضبين حله لورق العنب وحله للبتنجان والفلفل. طبعا بقى ايه بنحشي وهنوريكم الحلل بقى لما نخلص. هتشوفوا بقى حلل محشي تفتح النفس، تفتح النفس. القلب الحزين، ايه القلب الحزين؟ كلنا قلوبنا حزينه يا حبايب قلبي. مين قلبه حزين ومين قلبه مش حزين؟ عايزه تطلعي ثواني يا حبايب قلبي بس هطلعها، لان انا طبعا قاعده بمنتج على جنب، وهي كانت معايا، فهي يعني بتستأذني مش عايزه تطلع من الاوضه لما تقولي، عشان انا ما زعقلهاش يعني عشان ما تعملش صوت وكده. فهي يعني مش عايزه انا ازعق لها، فبتقولي يعني بتقولي بتستأذني. والله جدعه والله العظيم على نيتها على قد كده، على قد ما هي شقيه وبتبهدلني وبتعصبني، بس والله العظيم شاطرة وجميلة جميلة. بصوا هنا انا بوريكم كده بصوا، والله العظيم يا حبايب قلبي حلتين محشي يستاهلوا بقكم اقسم بالله. بصوا هنا طبعا بقى ام يوسف حاطه برضو مع الطماطم والفلفل والبصل، حاطه اللي هو العناقيد اللي هي بتاعت ورق العنب. بصوا حلتين المحشي والله العظيم كلنا اكل. بصوا لما خلاص شبعنا
والله العظيم الف شكر يا ام يوسف على العزومة الجميلة دي. وطبعا بقى كانت عاملة جنبها فراخ، فطبعا سقت المحشي من شوربة الفراخ. طبعا شوربة الفراخ بتخلي المحشي تحفة. بصوا بقى المحشي، يا لهوي يا لهوي على الريحة بتاعت المحشي ولا طعمه، مش قادرة اقول لكم. وطبعا هنا كانت بتحمر الفراخ، وهنا بقى ورق العنب كانت حاطه له تقيله عشان ما يفكش. ولو وصلتوا بقى معانا لحد هنا متنسوناش باللايك الجميل، واستنونا في فيديو جديد يا حبايب قلبي. وده كان شكل المحشي في الاخر. وباي باي يا حبايب قلبي ام لولي.